أنا عندما أتكلم عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحضرني هذا المثل الرائع الرائق الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري. ودار أبو أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أرضي ودور علوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكن عنده هيقعد في الدور الأرضي، وأبو أيوب ومراته في الدور العلوي. فقال أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، أنا بيدخل عندي ناس كتير، وبعدين لما يكون في الدور الأرضي سهل، غير لما يكون في الدور الثاني أي واحد عايز يطلع لي لازم يخدش البيت ويبص على حرمات البيت وبتاع، فالسفل أرفق بنا. خلاص فضل في الدور الأرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أيوب طلع الدور الثاني. بالليل أبو أيوب ماشي وإذا به يقف متجمدا ويقول لنفسه: أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ بقى أنا رجلي تبقى فوق رأسه؟ لا، إزاي الكلام؟ وإزاي أنا ما انتبهتش للمسألة دي لما كلمته؟ قال أبو أيوب: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن، طول الليل حابسين نفسهم في ركن، مش عارف يمشي، بعد ما الخاطر ده قرع قلبه ما عادش عارف يمشي. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا الحب اللي هو الزير من الفخار اللي بيتحط في المية. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت إليه وقلت: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد. قال: وكنا نرسل إليه الطعام فلا نأكل حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، هو ومراته، كل من هنا نأكل من الحتة دي، شرب من هنا نشرب من الحتة دي، خلاص. قال: فأرسلت إليه يوما ثوما أو قال بصلا، أكل من كل الطعام ما عدا الثوم والبصل. فلما نزل الأكل ورأى أنه لم يأكل من الثوم والبصل قال: ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني فزع، كانوش عندهم مبالغات. انت ما ممكن تقول له واحد: انا زعلان منك جدا 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 جدا، وبعدين يقول لك معلش، تقول له خلاص صافيه لبن. لا، امال جدا 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 دي كنت تقصد بها ايه؟ ها؟ احنا عندنا مبالغات في الكلام. الصحابي لما يقول فزعت يبقى قلبه وقع في رجليه، ادي معنى فزعت. قال: ففزعت وصعدت اليه فقلت: يا رسول الله لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا سلام على الوفاء، لا يزعج رفيقا أبدا. عايز إخواننا يتعلموا آداب الصحبة. لا يزعج رفيقا، يأكل بصل وهيقابل صاحبه هيكلمه، ممكن ريحة البصل تروح لصاحبه، دي ما يعملهاش. أفيمكن إذا كان يراعيه هذه المراعاة أن يخونه، أو أن هو يورطه، أو أن يخاصمه، أو أن يفعل معه أي حاجة؟ لا. عايز يتعلم الصحبة على حقها ووفاء الصحبة، فلينظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قول: أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب المحب، برغم أنه أخذ الحكم الشرعي وأن البصل والثوم ليس بحرام، قال له: لا جرم، أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. هذا حب عالي، كعب عالي في الحب، برغم أنه حلال
وأخذ الحكم بحل هذا إلا أن أنا بحبك وأنفعل لمراضيك حتى وإن كانت حلالا لي، وأكره الذي تكره،